يقول أبو عبد الله اللغوي أحد الصالحين، يقول عن زمانه أن هناك شاب كان شابا صالحا يصلي حال حال الناس، مر على بيت نصراني فرأى فتاة لهم فأعجبته، أحبها، أخذ يراسلها وتراسله، يكلمها وتكلمه، حتى اسود قلبه فتعلق بها وعشقها. مرض الشاب لأنه لم يستطع الزواج منها، مرضت لأنها لم تستطع الوصول إليه. من شدة مرضه احتضر وكاد أن يموت، لم يأكل ولم يشرب. يقول أبو عبد الله فزرته، ربما أذكره بالله وأدعوه للتوبة. يقول دعوته إلى الله وذكرته برحمة الله، فقال لي يا أبا عبد الله. قلت نعم يا بني. قال تعلم أنني أحبها، هذه النصرانية، وأني قد حرمت منها في الدنيا. قلت لعله يتوب. قال فلا أريد أن أحرم منها في الآخرة. قلت وماذا تريد يا بني؟ قال إنها نصرانية، فأشهدك أني قد كفرت بدين محمد وأموت على دينها. قلت ويحك. يقول فصاح صيحة مات منها، مات على دين غير دينه. شوف الاستدراج إلى أين وصل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول أبو عبد الله كتمت هذا الأمر، يعني ما قلت حق أحد علشان لعل الله يتوب عليه. يقول وبعد زمن احتضرت هذه الفتاة حزنا على صاحبها، وقبل أن تموت يقول زرتها أدعوها إلى الله عز وجل. يقول فلما رأتني قالت يا أبا عبد الله تعلم شأني وشأن ذلك الشاب. قلت أعلم. قالت إني أشهدك أني على دينه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول وماتت على الإسلام. فرق بينهما في الدنيا وفرق بينهما في الآخرة. من الذي يثبته الله؟ صاحب الدين والإيمان. لكن مصيبة أنك تشوف إنسان في الصف الأول في طاعته وعلى صلاته وقرآنه، فجأة انقلب حاله، صار بدل القرآن أغاني وزمر وطرب، بدل الصلاة وقيام الليل ملاهي ليلية وفجور وليالي حمراء. مصيبة والله. بدل الصحبة الصالحة ما كان يجلس معهم إلا على ذكر الله، ولا يقوم معهم إلا على ذكر الله، ولا يخرج معهم إلا في طاعة الله. صارت صحبته عبدة شيطان، إيمو، فسقة، فجرة، بنات، سكر، عربدة. وين كان وين صار؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.